عايزين نبدأ نشتغل على البوب اب انيميشن بتاعنا، بس الاول تعالى ننظم الاوتلاينر بتاعنا شوية. اول حاجة انا عايز امسك الكانات بتاعي بالكاميرا وابدأ ان انا احطهم في كوليكشن لوحديهم. فهمسك البيرنت بتاعي شيفت جي واقول له سيلكت تشيلدرن واعمل تشيك على اكستند عشان يمسك لي البيرنت معاها. همسك البيرنت التاني شيفت ار عشان يكرر لي اخر اوردر. نفس الكلام هنا شيفت ار شيفت وامسك الكاميرا بتاعي واقول له حط لي الكلام ده. هدوس ام نيو كوليكشن وهسمي الكوليكشن الجديده شوت 01 اندرسكور سلايد انيميشن، وهبدا اقول له كرييت. وهاجي هنا ممكن اخليها مثلا باللون الاحمر عشان تبقى مميزه. ممكن اخلي الانيميشنز الكوليكشن اللي فيها الانيميشن كلها تبقى باللون الاحمر. جميل قوي. بعد كده انا عايز استخدم نفس الكانات دي بس بالوان مختلفه. لو تفتكر الباليت اللي احنا عملناها احنا استخدمنا الثلاث الوان دول، عايزين بقى نستخدم الايه الثلاث الوان اللي فاضلين في الانيميشن الجاي بتاعنا. اول حاجه انا عايز الكانات بتاعي ترجع في مكانها مظبوط، فهدوس شيفت وسهم يمين علشان ترجع للارض بالشكل ده كده. وهبدا ان انا امسك الكانات بتاعي تاني شيفت جي سيلكت تشيلدرن شيفت ار شيفت ار، وهبدا ان انا اقول له شيفت دي. وممكن احط بقى الكلام ده في نيو كوليكشن واسميها شوت 02 اندرسكور بوب اب انيميشن بالشكل ده. وهاجي هنا برضو اخليها بلون الاحمر. همسك الكاميرا بتاعي، انا عايز الانيميشن ده يبقى ليه كاميرا منفصله، فهدوس شيفت دي رايت كليك عشان ترجع في مكانها، وهدوس ام وهقول له حطها لي في الكوليكشن اللي انا لسه عاملها دلوقتي. وبعد كده ممكن اجي هنا اقول له انا مش عايز بقى السلايد انيميشن او الكوليكشن التانية دي في اي حاجه. اول حاجه انا عايز اشيل كل الكي فريمز اللي موجوده في الانيميشنز اللي فاتت بتاعنا، فانا همسك البيرنت شيفت جي سيلكت تشيلدرن نفس الكلام هنا شيفت ار شيفت ار. وهاجي هنا للكي فريمز بتاعي همسكهم كلهم وادوس اكس واقول له اعمل لي ديليت كي فريمز بالشكل ده. ممكن بقى ابدا ان انا امسك الكاميرا دي، وانا مش عايز الانيميشن يبقى باصص من الاتجاه ده، انا عايز الكنز بتاعي تحس ان هي طايره شويه. فانا عايز مثلا الكاميرا بتاعي تكون باصه حاجه بالشكل ده كده مثلا. فهعمل ايه؟ ممكن ابدا والله ان انا اقول له خلي لي الترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي 3 دي كارسر، وهبدا ان انا اعمل روتيت للكاميرا بتاعي على الاكس باستخدام ال 3 دي كارسر، واقول له مثلا سالب 30 حاجه بالشكل ده. ممكن تكون مناسبة. ممكن نحتاج نرجع الكاميرا لورا او لا، هنشوف على حسب ما هنظبط الكادر بتاعنا. اعتقد ان احنا هنحتاج نرجعها لورا. تعال نعمل الموضوع ده دلوقتي جي زد زد وابدا ان انا ارجع كادر الكاميرا بتاعي شوية ورا كده. هبدا بقى ان انا امسك الكاند بتاعي وابدا ان انا اظبط اللوكيشن بتاعهم بالنسبة للكاميرا. هطلع هنا اقول له خلي لي ترانسفورم بيفوت بوينت يبقى ميديم بوينت. هروح للكاميرا بتاعي، طبعا هو كده رجعني للكاميرا اللي هي اصلا مخفيه هنا. فانا همسك الكاميرا دي وادوس كنترول صفر، فدي بقت الاكتف كاميرا بتاعي وبقيت باصص منها. همسك بقى الكانز بتاعي دي تاني، وطبعا الترانسفورم بيفوت بوينت غيرته ميديم بوينت. ممكن ادوس صفر عشان ارجع ابص للكاميرا. انا عايز الروتيشن بتاع الكنز دي يبقى نفس الروتيشن بتاع الكاميرا، فممكن اقول له ار اكس واقول له مثلا 30 بالسالب طبعا حاجه بالشكل ده. هبدا ان انا اقول له جي واي واي عشان اقربها من كادر الكاميرا بتاعي جي زد زد، وابدا ان انا انزل الكنات بتاعي احطها في مكانها مظبوط. يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. واول حاجه انا عايز بقى قلنا استخدم الثلاث الوان التانيين اللي في الباليت بتاعنا اللي هو البراونش والبينكش والبيربلش ده. فانا همسك الحاجات دي كده. هبدا ان انا امسك الكان اللي في النص دي، انا عايزها تكون هي الكان اللي لونها بينك. فهاجي هنا للخامات بتاعي واكليك على دي علشان يعمل لي دوبليكيت للخامه. وممكن اسميها مثلا بادي اندرسكور بينكش بالشكل ده. وبعد كده ممكن ابدا ان انا افتح هنا اقسم الفيو بورت بتاعي من تحت اتنين، واقول له خلي لي ده الشيدر اديتور. وهروح اخد الهيكس فاليو بتاع اللون البينك اللي موجود هنا، وابدا اجي هنا اقول له حط لي الهيكس فاليو بتاع البينك. طبعا هروح هنا واحط نفس الهيكس فاليو، ولكن هخلي الفاليو بتاعي تبقى 0.2 علشان تبقى بلون اغمق بالشكل ده كده. دي اول خامة عندي. بعد كده هبدأ ان انا اجي هنا
هاخد بقى دي اخليها باللون البراون، بس طبعا ما تنساش ان انت تعمل دوبليكيت، علشان لو انت غيرت حاجه هنا وهنا هو بيقول لك ان هو مستخدم الخامه دي على اتنين اوبجكت، فانت لو غيرت هنا هيغير لك في الكان اللي موجود عندك ورا، فلازم تعمل دوبليكيت. وممكن ابدا مثلا ان انا اسميها بادي اندرسكور براونش بالشكل ده، والهكس فاليو بتاعي هاخدها كابي واجي هنا احطها في اللون الفاتح، اقول له حط لي الهكس فاليو. طبعا انا هنا الفاليو بتاعي اقل من 1 بكتير، هاجي هنا اقول له حط لي نفس الهكس فاليو بالشكل ده، وممكن مثلا بدل ما هي 0.4 اخليها 0.15 مثلا، حاجه كده. فاضل لي الكانه الاخرانيه بتاعي اللي هخليها باللون اللي هو شبه البيربل ده. هاجي امسك الكان دي بلوش، هبدا اقول له اعمل لي ليها دوبليكيت، واقول له مثلا سميها لي بيربلش حاجه كده، واحط الهكس فاليو بتاعي نفس الكلام. طبعا هنا الفاليو 0.2، هاجي هنا اقول له حط لي ده كده، وبدل ما هي 0.2 خليها لي مثلا 0.1، وبكده انا خلصت الايه الالوان بتاع الكانات بتاعي. لو بدات ان انا اروح للريندر فيو علشان اعمل تيست للاضاءه، بص هو عموما انا حاسس ان الاضاءه عاليه حتى في الشوت اللي فات، فتعالى كده نبدا ان احنا نقلل شده الاضاءه بتاعنا شويه. انا هاجي هنا في الاستوديو همسك الاريا لايت دي اخليها مثلا 20 بدل 25، همسك اللي تحتها اخليها 10 بدل 15، همسك دي واخليها 20 بالشكل ده، وهمسك دي اخليها 10، ودي اللي هي مسؤوله عن اضاءه الباك جراوند هسيبها ب 75 زي ما هي. ممكن اجي هنا اقول له بقى انا مش عايز اسلكت ده تاني بالغلط، واقفل الكوليكشن دي. انا حاسس ان الاضاءه كده بقت احسن يعني. جميل قوي. عايزين بقى نبدا في الانيميشن بتاعنا. الانيميشن بتاعنا ممكن يعني نقفل بقى الشيدر ايزر ده، احنا ما عدناش محتاجينه بالشكل ده. الانيميشن بتاعنا هو ببساطه بوب اب انيميشن، يعني انا عايز السكيل بتاع الاوبجكتس بتاعي يكون صفر، ويبدا الاوبجكت يكبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن نروح للماتيريال بريفيو علشان يبقى الدنيا خفيفه عندنا. انت عايز تبتدي بالسكيل بتاعك صفر، ويبدا ان السكيل بتاعك يكبر اكتر من الواحد بشويه، ويرجع تاني للايه للواحد اللي هو الطبيعي بتاعك. تعالى كده نبدا. ممكن مثلا اعتقد الكاميرا دي انا ممكن ارجعها لورا شويه في جي زد زد، وابدا ان انا ارجع الكاميرا بتاعي شويه كده. يعني اعتقد كده ممكن يكون الوضع احسن. ومن ضمن الحاجات اللي انا عايزها، انا مش عايز الكانات بتاعي ترمي ظلال على الارض، عشان احنا قلنا احنا عايزين نحس ان الكان طايره في الهواء. فهو كده انا بالنسبه لي كل حاجه تمام. عايزين بقى نبدا في الانيميشن. تعالى نروح للماتيريال بريفيو. هبدا ان انا امسك الكان بتاعي دي، والانيميشن ده انا عايزه يكون 3 ثواني. 3 ثواني يعني 24 في 3، لان احنا شغالين ب 24 فريم بير سكند، فهيديني 72 فريم. انا عايز ابدا ايه في نهايه الانيميشن؟ انا عايز السكيل بتاعي يكون 1، فانا هروح لنهايه الانيميشن ده وابدا اقول له كي حط لي كي فريم للسكيل بتاعي ب1، وهروح لبدايه الانيميشن وهبدا ان انا اقول له اعمل لي سكيل بصفر بالشكل ده، وهقول له كي واحط لي كي فريم للسكيل. ولو بدات تبلاي هتلاقي هو ده المنظر اللي بيحصل معاك. طيب انا مش عايز كده، انا عايز السكيل يبقى اسرع شويه، فانا ممكن امسك او اسرع كتير، انا ممكن امسك الكي فريم ده وابدا اقول له رجعه لي مثلا عند فريم 10. فكده لو رحت الاول انيميشن هتلاقي هو ده المنظر اللي بيحصل. احنا قلنا عايزين الانيميشن بتاعنا او السكيل بتاعنا يزيد عن الواحد، وبعد كده يرجع ينزل للواحد تاني، علشان تحس ان هي بتبوب اب في وشك كده. علشان تعمل الموضوع ده ممكن نعمله عن طريق ان انت نحط كي فريمز. يعني ممكن اجي عند فريم 7 ده مثلا، او عند فريم 8 كده، وهبدا اقول له والله كبر لي السكيل، خليهولي مثلا يعني حاجه بالشكل ده اكتر من الواحد، وهقول له كي يحط لي سكيل كي فريم. لو بدات تبلاي الانيميشن هتلاقي هو ده اللي بيحصل، الكام بتاعك بتكبر عن السكيل رقم 1 وبترجع تاني للسكيل الطبيعي بتاعها. طبعا احنا هنا لو رحنا بصينا على شكل الكيرف بتاعنا هتلاقي هو ده اللي عامله لك الكي فريم. طيب احنا ممكن نعمل الكلام ده من غير ما نضيف كي فريم تالت هنا. فانا ممكن اجي اقول له والله امسك لي الكي فريمز دي، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي ليها ديليت. وعايزين نبدا نعمل نفس المنظر ده. همسك الهاندل بتاعي دي واقول له خليها فري،
وممكن امسك دي برضو واقول له خليها فري. همسك دي وابدا ان انا اعمل لها سكيل على الواي بالشكل ده، اخليها بصفر عشان تبدا ان هي تطلع لفوق كده. وهمسك الهاندل دي وابدا ان انا اقول له جي حركها لي، وابدا ان انا اعمل تقريبا نفس شكل الايه الكيرف بتاعي. لو جيت تبص كده وبدات ان انت تعمل بلاي للانيميشن هتلاقي هو ده اللي بيحصل، هي بتكبر عن السكيل الطبيعي وبترجع للواحد تاني. طبعا ممكن تبدا بقى ان انت تقلل او تكبر او تزود، يعني على حسب شكل الكيرف بتاعك. يعني ممكن نقلله شويه حاجه بالشكل ده. لو بدات ان انا اقول له اعمل لي بلاي هتلاقي هو ده شكل الايه الانيميشن بتاعي. طيب انا عايز اول لما الانيميشن ده يظهر يبدا السكيل ده هنا هيكون صفر طول المده دي، ويبدا ان هو يكبر اول لما الانيميشن ده يظهر. فهعمل الموضوع ده ازاي؟ انا هنا الانيميشن ده انتهى عند فريم 10، ممكن وانا واقف على فريم 10 هنا اقول له ان انا عايز السكيل بتاعي ده يكون بصفر. فانا هبدا ان انا اقول له سكيل خليه لي بصفر كده، واحط لي كي فريم للسكيل. وعند بعد 10 فريمات تانيين هبدا ان انا اقول له والله خلي لي السكيل بتاعي ده يبقى واحد تاني كي، وحط لي سكيل كي فريم. لو دوست ايه هنا وبدات ان انا ابص عايزين نبدا بقى نظبط. طبعا هو كده هتلاقي طبعا واضح الفرق بين الانيميشن ده والانيميشن ده. هنا بتحس ان هي بتبوب اب في وشك، وهنا مفيش مش حاسس بالبوب اب يعني. طيب تعالى نعمل الموضوع ده. همسك الهاندلز بتاعي دي واقول له في خليهم لي فري بالشكل ده. الهاندل دي هقول له اعمل لي ليها سكيل على الواي بصفر، وهمسك الهاندل دي واقول له ايه اعمل لي شكل الكيرف بتاعي اللي انا محتاجه علشان يعمل لي البوب اب انيميشن. لو بدات ان انت تبلاي هتلاقي ان انت الكان دي بتظهر ثم بعدها الكان التانية دي بتظهر. طيب عايزين نعمل نفس الكلام ده في الكان اللي هنا. فانا ممكن ابدا ان انا ارجع كده عند سكيل 20، انا عايز الكان دي يبقى السكيل بتاعها بواحد كمان 10 فريمات كي، حط لي كي فريم للسكيل. وهرجع 10 فريمات بالشكل ده وهقول له اعمل لي السكيل بتاعي بصفر وكي، واحط لي كي فريم للسكيل. هبدا برضو ان انا اظبط شكل الكيرف بتاعي. همسك الهاندل دي والهاندل دي واقول له في خليها فري. هعمل لدي سكيل على الواي بصفر، وهبدا ان انا امسك الهاندل دي جي، وابدا ان انا اعمل شكل الايه شكل الكيرف اللي انا محتاجه عشان تاثير البوب اب انيميشن. كده لو بدات ان انت ترجع وتبلاي الانيميشن هتلاقي الكنات بتاعك بتظهر ورا بعض بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. جميل قوي. انا قلت عايز الانيميشن بتاعي يكون 3 ثواني علشان انا عايز بقى بعد ما الكان تظهر تبدا ان هي تعمل روتيت بشكل بسيط كده. هعمل الموضوع ده ازاي؟ تعالى كده نرجع في الاول. تعالى كده نتقدم بس كام فريم، وهبدا ان انا امسك دي هقول له والله انا عايز الكان دي اول لما تظهر يكون الروتيشن بتاعها مثلا يعني حاجه بالشكل ده. ممكن تكون مناسبه، يعني ممكن كده مثلا، او ممكن نقول له 35 نظبطها 35 بالظبط. ممكن نخلي الزد ده انا مش عايزه يبقى فيه روتيشن، وهبدا ان انا اقول له انا عايزها اول لما تظهر يعني عند فريم 10. ممكن ابدا ان انا اقول له كي واحط لي روتيشن كي فريم. بس انا عايز اظبط حاجه الاول. انا عايز عند فريم 10 تبدا دي تظهر، فانا عايز ارجع الفريمات اللي انا عاملها للسكيل بتاعي في الكنات شويه. فانا همسك دي واقول له رجعها لي فريم واحد ورا بالشكل ده، بحيث ان انا اول لما دي تظهر تكون دي ايه بدات ان هي تطلع معاها. لو بدات ان انت تبلاي اعتقد كده هتكون احسن. ممكن ترجعها فريم او اتنين على حسب اللي انت عايزه. اعتقد ان انا بالنسبه لي هتكون كفايه ان هي ترجع فريم واحد. طبعا دي هنرجعها اتنين لان دلوقتي الانيميشن ده او السكيل ده بينتهي عند فريم 19، فانا عايز التاني يبدا عند فريم ايه يبدا عند فريم 18 بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيبقى بصفر. ومن فريم 19 هيبدا ان هو ايه يكبر. يعني ممكن تظبطه بقى على حسب اللي انت عايزه. جميل قوي. تعالى نرجع تاني للروتيشن اللي احنا عايزين نعمله. هبدا ان انا ارجع كده. احنا قلنا عند فريم 10 انا عايز الروتيشن بتاعي اول لما يطلع يبقى 35، فانا هقول له هنا كي واحط لي روتيشن كي فريم. وعايز في اخر الانيميشن خالص الروتيشن بتاعي ده يرجع تاني مثلا على الواي بصفر، حاجه بالشكل ده. كي واحط لي روتيشن
كي فريم. لو انا بدات ان انا بلاي هتلاقي ان الكام بتاعك اول لما بتظهر بتبدا ان هي تتحرك. بس طبعا لو مسكنا الروتيشن هنا ومسكت كل حاجه علشان ابدا ابص على شكل الكيرف، هتلاقي ان هو اس كيرف بيبدا بطيء وبعد كده اسرع وبعد كده بينتهي بطيء. انا مش عايز كده، انا عايز الروتيشن بتاعي الحركه بتاعه تكون منتظمه، فهدوس تي واقول له خلي لي الروتيشن بتاعي لينير بحيث ان السرعه تبقى ثابته من اول الروتيشن لاخره. لو بدات ان انا بلاي هتلاقي ده شكل الروتيشن اللي بيحصل معاك. عايزين نعمل برضو الروتيشن ده في باقي الكانات، فانا هاجي هنا ابدا ان انا امسك الكانه دي وعايز الجزء اللي تحت منها يبان، والكانه دي هبقى عايز الجزء اللي فوق منها يبان. فانا هاجي هنا وهبدا ان انا اقول له والله انا عايزك تعمل لي روتيشن حاجه بالشكل ده. ممكن اقول له سالب 35 يعني العكس، واقول له خلي لي الزد بصفر برضو مش عايز فيها روتيشن. وهبدا ان انا اقول له انا عايزك تعمل لي روتيشن على الاكس اللوكال، يعني هدوس دبل اكس ار اكس اكس عشان يبدا ان هو يعمل لي روتيشن على الاكس، يعني حاجه بالشكل ده كده عشان يبدا ان هو يبين لي الكان من تحت الجزء اللي تحت ده. وهبدا ان انا ارجع ورا هنا كده، انا عايز الروتيشن يبدا يحصل من عند الفريم ده. بس انا ممكن ابدا ان انا ايه يعني، او تعالى نسيبها كده، تعالى نخلي الروتيشن على الاكس يبقى سالب 25 وعلى الزد بتاعي يبقى بصفر. وهبدا ان انا اقول له هنا كي يحط لي كي فريم للروتيشن بتاعي. وفي اخر الانيميشن بتاعي خالص انا عايز الكان دي تكون بتلف حاجه كده مثلا، ممكن اسيبها على الاكس زي ما هي واقول له على الواي خليها لي بصفر، واقول له كي يحط لي روتيشن كي فريم. بس طبعا لو جينا نبص على شكل الكيرف بتاع الروتيشن هتلاقيه اس كيرف، احنا مش عايزين كده، فهقول له تي وهقول له خليهولي لينير. ولو بدأت ان انت تبص على الانيميشن بتاعك هتلاقي هو ده المنظر اللي حصل عندك. بس انا مش عاجبني ان الكان اول لما بتظهر بتبقى ورا بالشكل ده. احنا ممكن بس نعمل فاريشن بسيط، بدل ما دي سالب 35 ودي بتبقى 35، فانا ممكن بس اغير ده كده وابدا ان انا اقول له والله انا عايز الروتيشن ده بدل ما هو سالب 35 خليه يبقى سالب 30 مثلا، حاجه كده. اقول له كي روتيشن، وممكن امسك الامتي دي واقول له بدل ما هي على الاكس ب 12 ونص ممكن ابدا ان انا ادوس شيفت واحركها كده شويه، يعني خليها مثلا تبقى 15. وطبعا هكون عايز الامتي التانية دي تبقى على الزد بسالب 15 عشان تبقى الناحية التانية مكانها مظبوط. تعالى كده نبدأ ان احنا نبلاي الانيميشن بتاعنا. انا كده مبسوط من الانيميشن بتاع الاتنين كان دول. تعالى نبدأ نضيف الروتيشن بتاعنا في الكان اللي موجودة هنا. انا قلنا عايزين انا هنا عملته على الاكس لو رجعت هنا بسالب 25 عشان انا عايز ابين الجزء اللي تحت. انا هاجي هنا قلنا عايز ابين الجزء اللي فوق، فهبدأ ان انا اجي هنا كده واقول له ار اكس اكس عشان يبقى على اللوكال بتاعي، واقول له مثلا 25 حاجة كده. و يعني ممكن اقول له ار، وعلى الواي بتاعها ممكن اخليه مثلا، او اخليه كده يعني، لا تعال نخليه حاجة كده مثلا. ممكن اقول له 30 وعلى الزد بصفر، وهقول له كي حط لي روتيشن كي فريم. وهروح لاخر الانيميشن بتاعي خالص وابدا ان انا اقول له انا عايز الف ده حاجه كده مثلا. الزد بتاعي هسيبه صفر زي ما هو، خلي لي ده يبقى صفر كده، وكي يحط لي روتيشن كي فريم. وطبعا عايزين نخلي الروتيشن بتاعنا يحصل بشكل لينير، فهاجي هنا ادوس تي واقول له خليهولي لينير. لو بدات ان انا بلاي الانيميشن بتاعي هتلاقي هو ده الشكل بتاع الانيميشن بتاعنا. انا عايز الانيميشن ده في بدايته عايز الكان دي تبقى كده، يعني عايزها تبقى لفه الناحيه التانية، مش عايزها تبقى
الناحية دي، فانا هاجي هنا اقول له والله خليها لي على الواي بسالب 15 مثلا او سالب 20، حاجة بالشكل ده. وهقول له كي حط لي روتيشن كي فريم. تعال نزوم ان بالشكل ده كده. تعال نبلاي الانيميشن بتاعنا. اعتقد ان انا الانيميشن بتاعي الى حد ما كده يعتبر مظبوط وخلصته. بس ممكن اجي هنا بدل ما الواي بتاعي 35 تعال نخليها 30 بس كفايه عشان نقلل سرعه الانيميشن. هاجي هنا اقول له بلاي روتيشن كي فريم، ولو خفيت الاوفرليز هتلاقي ده شكل الانيميشن بتاعنا في النهايه. انا كده البوب اب انيميشن بتاعي هيكون خلص. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.